النادي الأهلي يفوز على إنبي ويوسع الفارق بينه وبين نادي الزمالك ل5 نقاط بعد تعادل الزمالك مع الداخلية 1-1. في كام نقطة بس سريعة كده حابب أتكلم عليهم في ماتش النادي الأهلي وإنبي. بالنسبة لمحمد شريف، فاقد الثقة في نفسه وفاقد الثقة في قراراته، وده باين كتير إن هو بيقع كتير في الأوفسايد، وفي الانفرادات اللي بتجيله ما بيعرفش يتصرف فيها، ولا الفرص اللي بتجيله بيعرف يتصرف فيها كويس. بالنسبة لحسين الشحات، حسين الشحات بخيل على نفسه، ما بيطورش من نفسه، ما بيزودش من لياقته. لا، عنده كتير وعنده امكانياته كتير انها تأهله ان هو يبقى احسن وينج في مصر، ولكن هو بخيل على نفسه. بالنسبة لأليو ديانج، ربنا يكفيه شر الإصابات ويكفيه شر العين والحسد. وبالنسبة لعمرو السولية، عمرو السولية أنا شايف إنه لما بيبقى فايق بيبقى من أهم عنصر في الفرقة، وبينقل الفريق كله في حتة تانية. بالنسبة لقفشة، أتمنى الجون اللي جابه يرجعه لمستواه، ويرجع تاني للمستوى اللي كان بدأ بيه مع النادي الأهلي. بالنسبة في بقى نقطة تانية ودي مهمة بقى، النقطة المهم، حالة الإغماء اللي حصلت عند جماهير الأهلي. كلنا شفنا المعاناة اللي عانى بيها الدكتور بتاع إنبي عشان يطلع ينقذ المشجع الأهلي. يا ريت يعني بعد إذن الناس إن يكون في الاستاد باب يقدر ان لو في مشكله حاجه زي دي، او في مشكله حصلت في المدرجات، ان الجماهير تعرف تطلع من الباب ده. لكن هما الجماهير مش في سجن عشان خاطر تفضل قافل عليهم كده، ونشوف المعاناه اللي الراجل الدكتور طلع عشان ينقذ فيها المشجع الاهلاوي. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. سلام عليكم.